من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فأنت لما تعطيه نقدا ما أطعمته. وكما يتوهم كثير من الناس، وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول مستحسنا مقدما الرأي والعقل على النقل، يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو بيتوسع فيه، بيشتري ثياب لأهله لأطفاله لكذا إلى آخره. نحن قلنا له يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب كما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة. هنا ليس الأمر كذلك، لأنه ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة وهي في الطعام. وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما التوسعة أيضا لما بعد أيام العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهور وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من الصدقات.